تتصل بيها دلوقتي وتقول لها انا لسه جاي من عند الدكتور، كنت بعمل تحاليل واشاعات واكتشفت ان انا عندي عقم. عايزين نشوف ايه رد فعلها عليه. خلاص ماشي اوكي ماشي ماشي موافق. يلا. حصل شويه مشاكل كده فرحت للدكتور قال لي حاجه مش كنت حابب ان انا اقولها لك بصراحه. خير في ايه؟ رحت دلوقتي لسه جاي من عنده تمام، فكشفت وبقول لي عندك عقم وما ينفعش ان انت او لا تصلح للجواز. ايه فانا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. طب ماشي، وانا ماليش ذنب في ده كله، انا كبنت برضو عن نفسي اللي انا هخلف. دلوقتي يا جماعه في واحد جاي هنساله كام سؤال كده لو سمحت. احنا برنامج ممكن بس تعالى بس قرب كده. احنا برنامج في الشارع نازلين نسال اسئله، تشارك معانا؟ اتفضلي مفيش مشكله عادي. السؤال ب 500 جنيه عادي مفيش مشكله، بس دي حقيقه ولا؟ لا حقيقه اهو قدام الكاميرا. خلاص انت على الفلوس، بس دي حقيقه انا خلاص هجاوب السؤال وهتديني الفلوس ولا هتقولي لي لا خلاص بعد الكاميرا؟ لا هنديلك الفلوس. خلاص ماشي تمام. اتفضلي. ما هو اسرع حيوان على وجه الارض؟ الفهد. فكر. اسرع حيوان على وجه الارض؟ على وجه الارض كامله؟ امال ايه؟ ما اعرفوش. طب هنخلي السؤال ده للناس في الكومنتات، جماعه لو عارفين السؤال ده هننتظر منكم تكتبوا في الكومنتات. طيب نسألك سؤال تاني، يعني احنا عايزين نكسبك اصلا. ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء ابدا؟ حيوان ما بيشربش ميه؟ حيوان ما بيشربش ميه. تمساح؟ ايه؟ تمساح؟ تمساح؟ لا. حيوان بيشرب ميه؟ لو مش عارف صلي على النبي. خلاص خلاص يعني نسيب الأسئلة دي للناس في الكومنتات. طيب احنا هنديك فرصة تانية، لو عندك أي موهبة على كل موهبة هنديك 500 جنيه. مش مشكلة معاك، بغني لو تسمع صوتك كويس جدا في الغنى. بجد؟ طب يلا سمعنا حاجة، ولو صوتك حلو هنعمل لك تحدي قدام الكاميرا. اللي هي أولا الأغنية ديت يعني بحبها أوي لأن أنا أصلا بهديها لحبيبتي يعني. أيوة بقى. تمام؟ فيعني حاجة رومانسي كده ممكن؟ يلا بينا. تمام مفيش مشكلة. خليني في حضنك يا حبيبي، ده في حضنك بهدى وبرتاح، أنا كل مشاعري معك راحت وكمان قلبي لقلبك راح، أول ما عيونك دي بشوفها مش بعرف أشوف غيرها خلاص، انت هدية ربنا ليا، انت حبيبي واغلى الناس، وبتحلى الدنيا في عيني وانا جنبك فما تبعدنيش، قربك فعلا بيخليني اتمسك بالدنيا واعيش، وفي حضنك بيروح خوفي وده وعد وملزم انا بيه، مهما تقول يا حبيبي ظروفي قلبك عمري ما هاجي عليه، قلبك عمري ما هاجي عليه. الله 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 عليك. جماعة عايزين رأيكم في الكومنتات. مستعد ان انت تعمل تحدي ونختبر حبها ليك تتصل عليها؟ متأكد منها اصلا. ايه؟ متأكد منها اصلا. طب احنا هنعمل لك تحدي صعب. تتصل بيها دلوقتي وتقول لها انا لسه جاي من عند الدكتور، كنت بعمل تحاليل واشاعات واكتشفت ان انا عندي عقم. عايزين نشوف ايه رد فعلها عليه. خلاص ماشي اوكي ماشي موافق. يلا. حاضر. افتح لنا السبيكر بقى. دوس 3 وخلي أغنية صدمة لحمائي بوستو. علينا الصوت. الو. الو. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. نايمة ولا لسه صح؟ لا صحيح. بقول لك انا كنت عند الدكتور دلوقتي ولسه جاي يعني حصل شوية مشاكل كده فرحت للدكتور قال لي حاجة مش كنت حابب ان انا اقولها لك بصراحة.
خير في ايه؟ رحت دلوقتي لسه جاي من عنده، تمام، فكشفت بيقول لي عندك عقم ما ينفعش ان انت او لا تصلح للجواز. هو ده كده؟ ايه اه. فانا بصراحة مش عارف اقول لك ايه. طب ماشي، هو انا ماليش ذنب في ده كله، انا كبنت برضو يعني نفسي اللي انا اخلف. يعني انت ما ينفعش تعيش معايا حتى كده؟ لا ما ينفعش، انا كبنت برضو محتاجة ان انا ابقى امي، يعني عشان احس ان انا عملت حاجة في دنيتي. ازاي بقى؟ ايه؟ ازاي؟ هبقى عايشة وحدانية، وجودك معايا مش هيبقى مكفيني، لازم هيبقى في طفل منك. بس طب وحبنا؟ ايه؟ وحبنا؟ ابنك لو جه حبك هيزيد اكتر. يعني افهم من كده ايه؟ ايه؟ افهم من كده ايه؟ ملناش نصيب مع بعض. ملناش نصيب مع بعض. انت شايفة كده؟ مفيش حل غير كده. خلاص ماشي. تمام. احنا اسفين والله، ما كناش نتخيل ان المقلب هيوصل لكده. يعني انت بتقول ان انت واثق ان هي كنتش اعرف ان هي تفكر ده كله يعني بصراحة. كنت متخيل انها تبقى متمسكة بيه اكتر وقت بصراحة. في الاول وفي الاخر ده تحدي يعني. طيب كويس ان انت اكتشفت ايه مصداقية حبها ليك. طب وجه لها رسالة. عايز اقول لها انا كنت كل يوم بكتب لك اغنية شكل وبغنيها لك اغنية رومانسية، بس دلوقتي حاليا حاسس ان انا عايز اطلع لك اغنية من جوه قلبي، اغنية قطمت قلبي نصين. اتفضل. دايما زعلان وكأنك كاره أيامك، جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك، على طول سرحان بتداري فيه أيام وخلاص بنعيشها ومش واخد حاجة، كنت بإخلاص بتحب وتعشق بسذاجة، ما لقيتش أمان صعب تخبيه، بتدمع عليه والدنيا في عينك لون باين، طب حاسس ايه؟ اتكلم طيب ليه ساكت؟ جرب تحكي، فضفض لي يا قلبي وقول مالك، بتبان مبسوط ازاي وانا عارف احوالك، بتدمع عليه والدنيا في عينك لون باين، طب حاسس ايه؟ اتكلم طيب ليه ساكت؟ جرب تحكي، فضفض لي يا قلبي وقول مالك، بتبان مبسوط ازاي وانا عارف احوالك. خلاص. انا عايزه اقول ان انت عيطتني والله. احنا بنعتذر لك، يعني هو في الاول وفي الاخر ده تحدي. انا اللي بشكر اللحظه ان اثبتت لي ان الحمد لله. بس طيب ثواني، انت طلع عندك موهبه لا مش عايز ليه يعني؟ كده، لا خلاص كده. انا كده مبسوط من جوايا ان انت اثبتت لي كل حاجه على حقيقتي. الف شكر. ديهم لحد محتاج، ديهم لحد محتاج وانا مش محتاج. شكرا لاستضافتك معانا. احنا بنعتذر لك. لا ايوه ولا يهمك، بس انت ما سالتنيش عن اسمي. ايه؟ ما سالتنيش عن اسمي. اسمك ايه؟ معلش والله. اسمي رضا ابو رجب. رضا ايه؟ رضا ابو رجب. والله انت ما شاء الله عليك، صوتك حلو جدا، وربنا يعوضك كل خير. ويمكن الناس تحب صوتك، وانا متاكده ان الناس هتحب صوتك في الكومنتات. يعني ده عوض كبير من ربنا. مش مشكله، بس انا حبيت بس ان انا ايه اقول لها شكرا.
شكرا. عليكم السلام.